السلام عليكم ورحمة الله. اليوم كيف كتشوفوا غادي نقدم لكم هذا الطبق الرائع. هو طبق هندي ديال الدجاج بالكوري مرافق مع الروز. كيجي بنين بزاف. رافقوه يمكن لكم ديروه للوليدات، كيجي زوين بزاف. يمكن لكم ديروه في العشاء، في السحور، اللي بغيتو في هذا رمضان المبارك. اول حاجه قبل ما نبدا ما تنساوش من لي لايك باش ينتشر الفيديو وتعم الفائده. هنا عندي صدر الدجاج، الكميه اللي بغيتو على حساب عدد الاشخاص اللي كاينين في الدار. المهم تنشدو الدجاج بحال هكا، تنقطعوه على شكل مكعبات متوسطه، ما تكونش كبيره بزاف وفي نفس الوقت ما تكونش عاوتاني صغيره بزاف. يعني خصو يكون المكعبات باينين باش ملي نطيبوهم يبقاو باينين كيف شفتوا معنا في بدايه الفيديو. صافي غادي نقطع هكا الدجاج، غادي نكمل التقطيع ديالو وغادي نرجع لكم باش نوريكم التتبيله اللي غادي ندير لهاد الدجاج هذا. وهنا غنبداو بالتتبيله. كيف كتشوفوا عندي هنايا واحد 4 ديال الفصوص ديال الثوم اللي كيكونوا شويه كبار. غادي نحكهم في الحكاكه الرقيقه اولا نمعسوهم اللي بغيتو. وعندي واحد الطرف ديال السكنجبير الطري. الا ما كانش سكنجبير طري تقدر تكتفيو غير بالسكنجبير اليابس العادي، ولكن هذا تيعطي واحد النسمه زوينه. هنا عندي واحد اليوغورت طبيعي، وغادي نبداو هنايا في التوابل. كيف كتشوفوا هنايا الملح الكافي، غادي ندير الملح الكافي. عندنا الملحه، عندنا شويه ديال الابزار او الفلفل الاسود. وعندي هنايا البابريكا فومي او البابريكا المدخنه. يمكن لكم تكتفيو غير بالبابريكا العاديه. هنا عندي الكوري. الكوري كيتباع في جميع المحلات، راه موجود. انا ما نكثرش منه، غادي ندير ولكن على حسب الحروره، يعني حيت عندي وليداتي صغار ما تيبغوش ليا الحار بزاف. درت غير هاد الكميه هادي، عطات النسمه وفي نفس الوقت ما جاش حار. صافي هنا غادي نخلط الدجاج وغادي نغطيه وغادي نخليه يرتاح مزيان. قد ما خليتوه يشرب هاد الشرموله هادي قد ما تيجيكم بنين بزاف. هنا غادي ناخذ واحد المقله اللي غنوضع فيها واحد الكميه ديال زيت الزيتون، وغادي نخليها تسخن شويه، وغادي نضيف واحد الملعقه ديال الزبده. صافي غادي نخلي هاد الزبده تذوب مع هذاك الزيت، وغادي نجيب هذاك القطع ديال الدجاج ديالي غادي نحطهم
بهذه الطريقه هذه، وغادي نخليه يتشحر شويه في هذاك الزيت والزبده. غادي نخليه على عافيه اللي كتكون شويه مجهده، صافي. وغادي نخليه حتى يتحمر شويه اولا يطيب النص ديال الطياب ديالو، وغادي نحيدو. هنا كيف كتشوف من بعد ما كيتشحر ليا الدجاج، يعني ما خصوش يطيب حيت مازال تابعو الطياب، غادي نحيدو، غادي نزولو من المقله باش ندوز للمرحله الثانيه. هنا كيف كتشوف في نفس المقله غادي نضيف زيت الزيتون، وغادي نضيف واحد الحبه ديال البصله، غادي نخليها تطلق شويه تشحر. قطعوها كيف ما بغيتو حيتاش تبع هاد الطحين، يعني ماشي بالضروره انكم تقطعوها رقيقه او لا، المهم انكم تقطعوا البصله تحطوها تشحروها، غير غتنزل مزيان. صافي هنا من بعد ما تشحرت لنا البصله غادي نضيفوا الصلصه ديال الطماطم. يمكن لكم تضيفوا حتى الطماطم اللي كتكون مبشوره اولا محكوكه، واحد الكميه ديال الطماطم صافي. وغادي نخليو هادشي يتشحر شويه، وتا هو بطبيعه الحال غادي نديرو ليه التوابل، شويه ديال الملحه، شويه ديال الفلفل الاسود او الابزار، وشويه ديال بابريكا فيمي، وغادي نضيفو شويه ديال الكوري. ضروري نضيفو عاوتاني شويه ديال الكوري باش تبقى هذيك النسمه ديالو. بصراحه هاد الدجاج راه كيجي متبل، كيجي زوين بزاف. صافي غادي نخليو هاد الصلصه طيب، مني غادا طيب غادي نطحنوها. هنايا خاصها ضروري تطحن، حيدتها وطحنتها. مني كتطحن كتجي على هاد القوام هذا اولا على هاد اللون هذا، هاد اللون اللي واعر بصراحه كيجي كيجي زوين بزاف. غادي نهبط هذيك الصلصه كامله. ما تنساوش تشلوا هذاك اللي طحنتو فيه وتزيدوه يعني في الصلصه حيت كتشوفوها خاطره. ضروري نشلل هذاك الكاس ونزيد هذاك شويه ديال الماء صافي. وهنايا غادي نخلي الصلصه ديالي طيب. غادي نخلوها تطبخ. المهم هنا ملي بدات كتطبخ اولا طبخات غادي نضيف عاوتاني هذاك الدجاج، غادي نرجع فيه هذاك الدجاج بلا صوص ديالو وصافي. غادي نحاول نخلط مزيان ونخليه يطيب الوقت الكافي حتى كيكمل الطياب ديالو، وكتنسجم هذاك كينسجم هذاك الدجاج مع هذيك لاصوص. صدقوني كتجي واعره، كيجي فيه واحد المذاق روعه صراحه. والمكونات بساط، يعني ماشي شي حاجه اللي خارجه على النطاق. هنا من بعد ما طاب لينا الدجاج صافي كنضيفوا الكريمه، غادي نضيفوا هاد الكريمه صافي. وغادي نخليو يعني الوقت اللي غادي تطيب فيه فقط الكريمه، يعني ما نطيبوهاش بزاف باش ما تكللش، حيت لافت الطياب ديالها صافي غتكلل وغتبدا تشمع. نخلطو مزيان وغادي نخلوها ماكسيموم واحد دقيقه، دقيقه ونص، حتى لجوج دقائق صافي، ونطفيو عليه. ضروري ما نحركو مزيان باش تنسجم لينا هذيك الكريمه مع لاصوص.
وصافي غادي نخلو هاد الطبخ، وغادي نضيفو هنايا شويه ديال المعدنوس صافي، ونخلوها طيب. مني كطيب كتجي على هاد الشكل هذا، كنرافقوها مع الروز اللي طيبته بشويه ديال القرنفل والقعقله او حبه الهيل، وتنحطوه هكا. ضروري كيترافق مع الروز، راه كيجي بنين بزاف، كيجي خطير في المذاق صراحه، شي حاجه اللي روعه. كنتمنى انكم تجاوبوه حيت فعلا يستحق التجربه. وبهذا كنكونوا كملنا الفيديو ديالنا. كنتمنى نكون فدتكم، والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده.